ازيكم عاملين ايه؟ اخيرا رجعنا بعد التوقف الدولي للدوري الانجليزي، وان شاء الله يبقى اخر توقف دولي لحد شهر مارس. تعالوا ندخل سريعا ونشوف احصائيات الجولة ال 12 بتقول ايه، واعمل لكم شوية احصائيات جديدة ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا. زي ما احنا شايفين قدامنا ان الاسبوع دوت عندنا جدولين مش جدول واحد. الجدول اللي احنا متعودين عليه بتاع الماتشات والاكس جي والاكس جي سي. الجدول الثاني هو جدول لكل فرق الدوري الانجليزي، احصائياتها لاخر 11 ماتش اتلعب في الدوري الانجليزي. الاحصائيات دي عباره عن ان هي بتبين لك نقط ضعف كل فريق في انهي مركز. يعني ايه المركز اللي لما تيجي تلعب مثلا ضد بيرنلي، ايه المركز اللي ممكن يجيب نقط اكتر وانت بتلعب ضد بيرنلي. فعندك مثلا بيرنلي الاس تي هو اعلى اكس جي موجود ما بين المراكز كلها. يجي بعده هو الرايت باك، يجي بعد الرايت باك السي ام، وهكذا. طبعا باقي الفرق فيها نفس الاحصائيات ونفس الكلام. طبعا هنتناقش فيها واحنا بنتكلم عن الماتشات بتاعت الجوله اللي جايه واحده واحده كده. نبدا مثلا بماتش بيرنلي وتشيلسي. طبعا كلنا شايفين ان بيرنلي نقطه ضعفها الاس تي، فلو عندك جواو بيدرو او ديلاب او بتفكر تجيبهم فده ماتش كويس ليهم. المركز الثاني الرايت باك، فبرضه لو محتاج تجيب مدافع كترانسفير فجوستو او ريس جيمس برضه هيبقوا كويسين. نفس الكلام في السي ام، فانزو عندك برضه. كل اللعيبه اللي احنا قلنا عليها دي كويسين لماتش تشيلسي وبيرنلي. برضو لو هنتكلم على نقط ضعف تشيلسي، فهي نقط ضعف تشيلسي برضو في الاس تي الى حد ما. فلو عايز تجيب مهاجم بادجت شويه ممكن تفكر في فليمنج، طب هيبقى اوبشن كويس برضو. الماتش الثاني اللي معانا هو بورنموث ويست هام. طبعا كانت مفاجاه بالنسبه لي في الجدول دوت ان بورنموث واضح جدا ان هي عندها نقطه ضعف في القلب، اللي هو الاس تي اللي بيلعبها بيجيب اكس جي عالي او بيعمل نقط كويسه او اجوال كويسه. فلو عايز برضو تفكر في حاجه ديفرنشال شويه او انت على فري هيت ممكن تفكر في كالب ويلسون من ويست هام مهاجم. ممكن يعمل حاجه قدام بورنموث. ولو اني اعتقد ان بعد خساره الماتشين لبورنموث دي اعتقد ان هي هتفوق بعد الماتشين اللي خسروهم دول. وعلى الرغم برضو من ان ويست هام كسبت اخر ماتشين، فاعتقد ان هم ممكن يقعوا قدام الماتش ده. لو هنتكلم من بورنموث ممكن يبقى ايه نقط الضعف عند ويست هام، وده كان اغرب حاجه بالنسبه لي ان اكتر نقطه ضعف عندهم او اكتر مركز بيجيب قدامهم اكس جي هو السي ام. وبعد كده الاس تي، مع ان اغلب الفرق هو الاس تي على حاجه يعني. فعندنا لو هنفكر في السي ام، طبعا السي ام بتاع بورنموث هو سكوت وساعات ادمز. فما اعتقدش ان انت ممكن تفكر في حد شبه دول، فانت ممكن تفكر اكتر في القلب الهجومي شويه. فاعتقد اللي هيلعب مهاجم هو ايفانيلسون، فممكن تفكر في حد شبه ايفانيلسون، لو اني برضو مش شايفه احسن اوبشن في الفتره الحاليه. بس انا بكلمك لو انت على لو انت على فري هيت. تالت ماتش معانا برايتون وبرينفورد. ده ماتش هيبقى مفتوح شويه في الاجوال، ونقطه ضعف برايتون زي ما احنا شايفين في الجدول برضو هي الاس تي. ويجي بعد الاس تي هو الرايت وينج، وبعد كده الاي ام او اللي هو بيلعب 10 او بلاي ميكر. فلو هنختار مثلا حد من برينفورد بيلعب في المراكز دي، فعندك كيفن شاد، وعندك تياجو المهاجم بتاعهم. برضو الاثنين الاوبشن دول خيارين كويسين للونج تيرم بعد كده، لان ماتشات برينفورد كويس. من برايتون ارشح لك جدا منتا. وتعالوا برضو نشوف نقطة ضعف برينفورد هتبقى ايه، هي الاس تي، وبعد كده البلاي ميكر او الاي ام، والى حد ما الرايت وينج. فلو هتختار حد من برايتون ممكن تدور على مثلا حد شبه داني ويلبك، لان دي نقطه ضعف برينفورد وبرده لونج تيرم كويس. بس داني ويلبك الخوف بتاعه في الاصابات شويه. فانا ارشح لك من برايتون منتا. اعتقد اوبشن بادجت كويس في نص الملعب، وجدول برايتون حلو جدا الفتره الجايه، فانا شايفه اوبشن ديفرنشال كويس جدا. الماتش اللي بعد كده وولفز وكريستال بالاس، ومن الواضح ان وولفز طبعا مركز الاس تي ثغره بالنسبه له برضو، وبعديه الرايت وينج. فطبعا اللي معاه اسماعيل صار واللي معاه ماتيتا هما الاثنين اوبشن كويسين جدا للجوله دي، وممكن كمان يبقوا اوبشن كابتن. الماتش الخامس معانا فولهام وساندرلاند. تعالوا نشوف نقطة ضعف فولهام ايه. برضو هي فولهام الاس تي وعندك السي ام، وبرضو اللي بيتحسب عليهم بلانتيات كتير. فساندرلاند لو عايز تجيب حد من هجوم ساندرلاند، فعندك ايسيدور المهاجم
مأدي بشكل كويس الفترة الأخيرة، وفي برضه إنزو لوفيه. من فولهام ما رشحش الصراحة حد من فولهام، وحتى ساندرلاند هي اوريدي أصلا دفاعها كويس، فما رشحش حد من فولهام الصراحة للماتش ده. نيجي الماتش ليفربول ونوتنجهام، وده برضه ماتش مهم للجولة كفانتزي. فنيجي نشوف نقطة ضعف نوتنجهام. طبعا الاس تي والسي بي، وده برضو كان شيء غريب بالنسبة لي ان مركز السي بي تقريبا في الكرات الثابتة يعني بيحقق اكس جي عالي، وده نظرا لنوتنجهام هم ضعاف جدا في الكرات الثابتة. فلو بتفكر تجيب حد مثلا بديل لجابرييل بما انه اتصاب، ممكن تفكر في فان دايك اللي عنده جدول سهل الفترة اللي جاية، وعلى الأقل ممكن يعمل له كلين شيت مثلا في 3 ماتشات من الماتشات اللي جايه. ودي نقطة قوة كهجوميا قدام نوتنجهام في الضربات الثابتة. برضه بيتحسب عليهم من البلانتيات كتير، فلو عندك صلاح برضه اوبشن كويس، ولو عايز اوبشن هجوميا كويس فانا ارشح لك ايكيتيكي لحد برضه ما نشوف ايزاك وايكيتيكي، بس هما كده كده الاثنين هياخدوا دقايق كويسة في الماتش ده. وبعد كده برضه نيجي للماتش اللي بعد كده، هو نيوكاسل والسيتي. ولو بصينا على نيوكاسل، هي من الفرق الدفاعيه الكويسه جدا، وده اعتقد ماتش الى حد ما صعب، بس من الواضح ان هو اعلى مركز اللي هو 2.6 ده الاس تي. وطبعا كلنا عندنا هالاند، بس انا ما رشحش الصراحه هالاند ككابتن في الماتش ده. بس طبعا لو انت بتلعب ولو انت ترتيبك عالي او مركزك كويس، ممكن تروح سيف وتكمل كابتن مع هالاند في الماتش ده. لكن لو انت عايز تحسن ترتيبك، ممكن تاخد ريسك كابتن تاني في الجوله دي، وما اعتقدش ان ده هيحصل كتير الفتره الجايه. الماتش اللي بعد كده ليدز واستون فيلا، مش حاسه ماتش فانتزي قوي. بس ممكن نشوف نقطه ضعف ليدز مثلا هي برضو الاس تي والسي ام، فممكن حد مثلا شبه ماجين او واتكنز او روجرز، لان الثلاثه دول بيميلوا ان هم يلعبوا في القلب. فده ماتش كويس ليهم. الماتش اللي قبل الاخير معانا هو ارسنال وتوتنهام، وده برضو ماتش كويس، ودايما الماتش ده بيبقى فيه جوال على فكره. لو بصينا على نقطه ضعف توتنهام هي الاس تي والليفت وينج، فحد مثلا شبه تروسارد ممكن يبقى كويس جدا للماتش دوت، اوبشن كويس جدا للماتش ده. ومش عارفين مين اللي هيلعب اس تي، بس غالبا اللي هيلعب مورينو، فلو عايز حاجه ديفرنشال برضو للجوله شبه كده ممكن تروح معاه لحد ما جيو كاريس يرجع. ارسنال زي ما احنا شايفين هي اقوى دفاع في الدوري، وواضح جدا ان مفيش اي نقط ضعف موجوده غير الاس تي. واحنا مش عارفين مين هيلعب الصراحه اس تي في توتنهام، لانهم عندهم اوبشنز دلوقتي كتير بعد ما كولو مواني رجع، وسولانكي خلاص برضو رجع، فعندهم سولانكي ريتشارلسون كولو مواني، الثلاثه ممكن يلعبوا اس تي، فما انصحكش انت تروح مع حد فيهم خالص. الماتش الاخير معانا هو ماتش مانشستر يونايتد وايفرتون. نقط ضعف ايفرتون برضو قريبه قوي لموضوع نوتنجهام، اللي هو برضو على الكرات الثابته عليهم، فالسي بي بيعمل كويس جدا قدام ايفرتون. والاس تي برضو طبعا بعد ما شيشكو اتصاب من مانشستر، ما اعتقدش ان هو ممكن يلعب زيركزي لان هو مش مقتنع بيه، فغالبا هيلعب كونيا اس تي، او ممكن ماونت يلعبه فورس 9 شبه ما بيلعب في ماتشات بيه. لكن انا اميل اللي في الماتش دوت لمبومو او برونو، لو انت عايز تجيب حد من مانشستر يونايتد للجدول اللي جاي، لان جدولهم كويس الفتره اللي جايه. بس يلا بينا ندخل على الخناقه بتاعت انا وريكو بتاعت كل اسبوع، واحنا بنختار تشكيله الجوله، لان كل واحد فينا بيختار 5 لعيبه زي ما احنا عارفين بناء على الاحصائيات اللي احنا قلناها. وفي الاخر في هديه للي هيكتب كومنت على اللاعب اللي هيجيب اكتر نقط في الجوله اللي احنا بنتكلم عليها. يلا بينا ندخل سريعا ونشوف هنختار مين. انا هبدأ الصراحة بمهاجم كريستال بالاس ماتيتا، واحط عليه شارة الكابتن للجولة دي. وانا هختار ايكيتيكي من ليفربول وهخليه الكابتن بتاعي. وهختار فيرجيل فان دايك من ليفربول للجولة اللي جاية قدام نوتنجهام. وانا هاخد اسماعيل صار. خليني اخد حد من تشيلسي، وهروح مع الرايت باك سواء جوستو او جيمس، بس هروح مع جوستو لان اعتقد هو اللي هيبدأ. وانا هروح مع جواو بيدرو. هروح مع حاجة ديفرنشال شوية وهختار منت. اوكي، وانا هختار كونيا. واخيرا هختار مبومو قدام ايفرتون. وانا هروح مع اخر واحد، منوز من كريستال بالاس. فاضل اخر مركز معانا هو مركز حراسه المرمى، وده انتوا اللي هتختاروه.
واللي هيختاروا في الكومنتات اكتر حارس مرمى هيجيب نقط للجوله ال 12 صح، هو ده اللي هيكسب معانا هديه بتيشيرت كوره، هو اللي يختار الفريق اللي هو عايزه، وهنعرضه في الفيديو الجاي بتاع الاسبوع الجاي مين اللي كسب. ولحد دلوقتي مفيش حد كسب في اخر 3 اسابيع. بس كان معاكم احمد مشالي، وده برنامج من الاب للجول. استنوني في فيديوهات جايه كتير. سلام.